الشخص الرابع، وده كانت المفاجأة ليا لما اتقال لي دي، ده لونه أخضر وده اسمه بيس كيبر. الشخص ده في الشركة هيبقى هدفه إيه يا رامي؟ يلم الناس حواليه كده. صباح الفل يا جون، معلش بكرة أحلى، الدنيا أحلى. يا رامي معلش هنقبض النهاردة، أو احتمال نتغدى، أو احتمال ما نتغداش. ده فعلا شخص وظيفته جوه البيزنس، وظيفته جوه الشلة بيس كيبر، وظيفته حرفيا يحافظ على السلام اللي جوه المؤسسة. 4 ألوان، 4 شخصيات، 4 مواصفات ل4 بني آدمين لازم تلاقيهم في أي بيزنس. برموتر لونه أصفر، الشخص اللي بيبرموت الشركة وبيقول أنت مين. بلانر لونه أزرق، وده ترتيبهم، ترتيب الأكترية. يعني أنت شركتك عشان تنجح لازم يبقى عندك 4 5 6 برموتر، 4 5 6 بيتكلموا عليها. وبعد كده الليفل اللي بعديه هو البلانر. لو أنت عندك 5 برموتر يبقى عندك 3 بلانر، 3 كل الأفكار اللي بتفكروها بيحطوها جوه خطط عشان الناس تمشي عليه. الشخص اللي بعده هو البرودكتيف، الاكتيف، اللي بينزل ينفذ دلوقتي حالا. لو افترضنا ان دول 5 ودول 3 يبقى البرودكتيف دول 2. اخر واحد اللي هو البيس كيبر، واهم واحد اللي لونه اخضر، وده ممكن يبقى واحد اللي هو بس هيلم الناس حواليه. تعالوا ناخد بعض في حضننا شويه. 4 اشخاص ب4 الوان، 4 شخصيات، هم دول الشخصيات اللي انت المفروض تدور عليهم وتبنيهم جوه الشركه. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.